أتلتيكو مدريد الإسباني يقلص منحة الوداد من انتقال ياسين بونو إلى فريق الهلال من مليار وخمسين مليون سنتيم إلى 840 مليون سنتيم. الأكيد هو أنه موضوع الساعة كان هو الانتقال ديال ياسين بونو، الحارس السابق لفريق إشبيلية الإسباني، إلى فريق الهلال السعودي. والانتقال اللي تأكد يعني بشكل رسمي أمس الخميس، بعد ما وقع حارس المنتخب الوطني في صفوف فريق الهلال السوداني بموجب عقد يمتد لثلاث مواسم. واللي هو معلوم ففريق الهلال السعودي اشترى العقد ديال ياسين بونو من الفريق ديالو السابق إشبيلية الإسباني مقابل ما مجموعه 21 مليون أورو، فمبلغ مهم. واللي الوداد عنده فيه واحد النسبة معينة بناء على قانون ديال التضامن او منحه ديال التضامن اللي سنها الاتحاد الدولي لكره القدم منذ سنوات. ومنحه ديال التضامن كتنص على انه اي انتقال كيكون ما بين فريق وفريق اللي كينتقل بموجب ديالو لاعب معين ما بين فريق الى فريق، فالفريق المكون عنده الحق في واحد النسبه معينه بناء على عدد السنوات اللي قضاها فيه خلال الفتره ديال التكوين. كنتكلموا على الفريق المكون، واللي هو معلوم انه ياسين بونو منتوج محلي، منتوج ديال فريق وداد الرياضي، واللي قضى فيه ما يقارب 9 أو 10 سنوات، 10 سنوات تحديدا، قبل ما ينتقل لفريق اتلتيكو مدريد في سن 21 سنه. فالمنحه ديال التضامن كتنص على انه الفتره ديال التكوين يعني تمتد من سن 12 الى سن 23. وبونو قضى في الوداد من سن 12 الى حدود سن 21 قبل ما يمشي لفريق اتلتيكو مدريد كما هو معلوم. فشنو هاد النسبه هذه كيفاش كتحسب؟ فما بين سن 12 عام الى 13 سنه، وحتى يعني من 12 حتى ل 15 سنه، يعني 4 سنوات الاولى، كل سنه في هذيك السنوات الاولى النسبه المئويه كتحتسب ب 0.25. اي انه من 13 عام الى 15 عام الى حسبنا كل سنه 0.25 فالمجموع هو 1%. انطلاقا من سن ديال 16 سنه الى 23 سنه فكيولي النسبه المئويه هي 0.5. وبونو بقى من سنه اولا من السن السادسه عشر الى سن 21، اي قضى 6 سنوات في هذه الفتره هذه. الى حسبناها في 0.5 في كل سنه في هذه ال6 سنوات المجموع هو 3%. غادي نضيفوا لها المجموع ديال 1% ديال ال4 سنوات الاولى اللي كانت فيها النسبه فقط 0.25. فيما اخر سنتين قبل ما يبلغ سن 23 قضاهم فريق اتلتيكو مدريد وحتى هما 0.5 لكل سنه، اي 1% المتبقي من المجموع 5%. وهنا علاش قلنا انه اتلتيكو مدريد قلص المنحه ديال فريق وداد الرياضي من صفقه انتقال ياسين بونو الى فريق الهلال السعودي. المجموع ديال الصفقه هو 21 مليون دولار كما قلنا. باش تحسب النسبه المئويه ديال 5% كدير 5 في 21 مليون دولار كتقسمها على 100، والخارج اللي كيبقى راه هو اللي يحصل عليه الفريق المكون او الانديه اللي كوناته او نوبات على التكوين ديالو. ففريق وداد الرياضي حسبنا لانه عنده 4% من المجموع ديال النسبه ديال التكوين بحكم السنوات اللي قضاها في صفوف الفريق الاحمر. فإذا ضربنا 4 في 21 مليون أورو ولا دولار، لأنه تقريبا الأورو والدولار بحال بحال في هذه الشهور الأخيرة، يعني فيما يخص يعني العملة الصعبة، وتقسمها على 100 فغادي تجي واحد 840 مليون. فيما غتبقى واحد 210 ديال المليون ديال السنتيم ديال النسبة ديال 1% المتبقي لفريق اتلتيكو مدريد غادي يحصل عليها الفريق الإسباني. فلو فرضنا أنه بونو كان استمر في صفوف فريق وداد الرياضي الى ما تم سن 23 فكان المجموع ديال الاستفاده اللي غيحصل عليها فريق وداد الرياضي هو مبلغ مليار و50 مليون سنتيم. وبما انه ما بقاش يعني حتى لهذا السن هذه ديال 23 سنه فسنتين متبقيتين استفاد منهم فريق اتلتيكو مدريد الاسباني. كاين اللي كيقول لك لا هادشي ما كاينش، حنا حطينا الوثيقه وها هي مبينه ديال الاتحاد الدولي لكره القدم فيما يخص منحه التضامن ديال انتقالات اللاعبين من نادي الى اخر، يعني بيع العقد ديالو. الحاله الوحيده اللي كان ممكن الوداد ما يستفادش من صفقه انتقال بونو الى فريق الهلال السعودي هي انه يمشي لاعب حر بعد انتهاء العقد ديالو مع فريق اشبيليا، الشيء اللي ما لا ينطبق على هذه الحاله ديال الانتقال ديالو للفريق السعودي. فبالتالي
يحق للوداد انه يستافد من منحه ديال التضامن وماشي منحه ديال التكوين. ما كنقولوش منحه ديال التكوين في حاله مشى اللاعب حر من الفريق ديالو المكون، ما عندوش عقد احترافي ومشى فريق اخر، فهذاك الفريق ملزم على انه يؤدي مصاريف التكوين ديال اللاعب اكس ولا ايكغيك في الفريق اللي كان فيه قبل ما يلتحق بصفوف الفريق الجديد ديالو. فبونو غادي ينعش خزانه الوداد بمبلغ 840 مليون سنتيم يعني بشكل رسمي.